مشاهدي المصرية في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات مجلس الفقه، وهذا اللقاء الأسبوعي مع العالم الجليل الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. أهلا بحضرتك يا دكتور. بارك الله فيك وفي كل المشاهدين والمشاهدات، واهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وبسعد بمشاركتي معاكم في بعض الاحيان طبعا في هذا البرنامج القيم. هبدا مع حضرتك ومع الساده المشاهدين بالتعريف بموضوع هذه الحلقه. اليوم نتحدث عن ونناقش ونطرح تساؤلات كثيره عن مصطلح الايمان بالله، حلاوة الإيمان بالله، وماذا تعني كلمة الإيمان، وعلى وجه التحديد الإيمان بالله عز وجل، والكثير من الأمور التي سنتعرف عليها اليوم من خلال طبعا علم الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر عن أوجه الإيمان بالله والمرويات عنه والكثير من الأمور المرتبطة بهذا العنوان الرئيسي. بداية كلمة الإيمان ماذا تعني؟ آمن صدق. لما أقول فلان آمن بكذا يعني صدق به وأيقن به، فالأمر يرجع إليه. أنا بقى بسأل حضرتك سؤال، هو في حد هيصدق شيء من غير ما يكون مقتنع؟ لا طبعا. لو كان مقتنع يبقى المطلوب منه يصدق، لا ينافق نفسه ولا يكذب نفسه. طب لو كان قلبه مش مقتنع مش مستوعب، تطلب منه انه يصدق؟ بالتأكيد. ولا التصديق فرع عن اليقين والادراك والعلم؟ اذا لازم الانسان يعلم الشيء ويدركه ويصدقه. فالايمان هو التصديق عن علم، وليس التصديق عن جهل. يعني ما ينفعش شيء لا اعرفه اقول لك انا امنت به، امنت بشيء لا تعرفه. الايمان بالله ايمان بمن تعرفه بالمناسبه يعني، وليس ايمان بمن لا تعرفه. كيف تعرفه؟ تعرف نفسك. الانسان فاني، اذا الخالق عز وجل لازم يكون غيري، لازم يكون لي ولغيري ولكل الخلائق، باقي سرمدي. الانسان ضعيف، يبقى لازم الرب يبقى قوي، وقوي ليس بعده قوي، لان لو كان بعده قوي هنعبد اللي بعده، وهكذا الى القوة المطلقة. وغني، وصفات الكمال فيه التي تليق بألوهيته، وكمان تليق بانه يفصل في النزاعات. يعني احنا في الدنيا بنتخاصم، فاكيد في بعضنا بيظلم البعض وبيفر وبيموت من غير ما ناخد مننا حقه. فالظالم احيانا يموت دون ان يختص منه او يتوب، انه يرجع الظلامه لصاحبها. والمظلوم ممكن يموت مظلوم، طب مين هيعوضه؟ فلازم يبقى فيه قوه وعظمه اللي بنسميها الالوهيه والربوبيه الله عز وجل. البعض بيقول ان الطبيعه اتخلقت لوحدها، فبيعتبر ان الطبيعه دي هي الاله، هو سماها الطبيعه. لكن احنا لقينا الطبيعه بعد منها مطبع، فالذي طبعها هو وصف نفسه وسمى نفسه الله، فامنا بهذه القوه. اذا ما فيش نزاع، ما فيش نزاع، لان الكل معترف بان يعني ما من صنع الا ولها صانع. فالايمان هو التصديق. شوف، التصديق بالله في نظري اجباري، ما هوش اجباري بالقهر يعني بالسيف، لا، اجباري بالقوه. كل لما الانسان يعرف انه مخلوق يبقى لازم يعرف انه له خالق. هل حضرتك عايز تقول ان كل الانسان ما يفكر بالعقل والمنطق سيصل حتما الى هذه النتيجه؟ طبعا، يعني شيء طبيعي. لما اسال الانسان ان كان هو خلق نفسه خلاص يبقى اتحلت المشكله، لكن هو يعترف انه ايه؟ ما خلقش نفسه، ويعترف بان كل البشر وكل المخلوقات ما فعلت نفسها. اذا الايمان بالخالق والايمان بالاله المكون لهذا الكون فطري، سنه كونيه، مش محتاج ادله. وما ينفعش انكاره، واللي بينكره بيضحك على نفسه. فعشان كده بنقول
كفر بما يجب ان معرفته. يعني لما اجي اقول لك دلوقتي احنا قاعدين مع بعض وانت شايفني وانا شايفك، وبعدين لا سمح الله واحد فينا ينكر وجود الاخر، طب ما احنا شايفين بعض اهو. انكر وجود الاخر يبقى انكر عن علم، صح؟ ده اللي اسمه كفر. يبقى ما هو الكفر؟ الانكار عن علم. الله. طب الانكار عن غير علم، انا مش عارف ان في جيبي قلم ومش مدرك، وبعدين اتضح ان في جيبي قلم. طيب انا ما كنتش مدرك، انكرت وجود القلم وانا لا اعلم، ده كفر بالقلم؟ لا. لكن لو انا مدرك ان معايا قلم وانكرت يبقى انا كفرت بالقلم. اذا الكفر هو الانكار عن علم، والايمان هو التصديق عن برضو علم. وما هو المصطلح الذي يمكن ان نستخدمه لوصف الانكار بغير علم او عن غير قصد؟ الشخص اللي ما عندوش معلومه، يعني الذي لم تساق اليه هذه المعلومه يوما ولم يعرفها ولم يدركها. ولا تقف ما ليس لك به علم. رفع علامات الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يجب ان يكون صادقا مع نفسه ويقول لا اعلم. مش ده صدق؟ قل اعلم او لا اعلم. ان قلت لا اعلم انت عبرت عن صدق. ان قلت او انكرت شيء بغير علم يبقى انت بتنكر شيء، قفيت او تدخلت فيما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. بقي الايمان بالمرويات والاخبار، والايمان بالحقائق او الحقوق والواجبات. دعنا نطرح سؤال اخر يا دكتور اذا سمحت لي قبل الانتقال الى المرويات. هقولها لحضرتك بالشكل اللي الناس بتختلف عليه في الشارع المصري او العربي او الاسلامي عندما تتحدث عن هذه الامور. في ناس بتقول ببساطه شديده ان كل شيء بالعقل والمنطق يمكن ان يقود الى العلم بالله والايمان بالله عز وجل. والبعض الاخر بيقول لا، في حاجات في الدين وفي تاريخ الاسلام والعقيده الاسلاميه كانت عن يقين بانها هكذا جاءت في القران الكريم او في الحديث الشريف، حتى لو لم يدركها عقل الانسان ومنطقه وقناعته ويستوعبها فهو يلتزم بها يقينا بهذا الشكل. ونسب الى بعض الصحابه ما يؤكد هذا المعنى. هبقول لحضرتك المثال لو اردت. عايزين بس الفكره دي نوضحها للناس والخلاف عليه. وانا لو بينت العناصر دي اللي هو انواع الايمان ده حلت المشكله. نبين انواع الايمان. انا قلت لك ايمان بالله وده شيء كوني، اللي يعرف النفس انه مخلوق يبقى لازم يعرف ان في خالق. يجهل يقول اجهل لحد ما نقول له ان ما فيش صنعه بغير صانع. يعلم وينكر يبقى وصف بانه انكر ما يعلمه وده اسمه الكفر. لكن انكر ما لا يعلمه ليس هذا كفر. الكفر هو الانكار عن علم، زي الايمان برضه تصديق عن علم. طب واحد صدق، قول لي بقى انت سالتني سؤال واحد انكر ما يجهل، ما سالتنيش سؤال واحد امن بما يجهل. كان يجب تسالني السؤال ده، صح؟ طب حضرتك سالته البركه فيه كده. المنطق الطبيعي كده. في ايه؟ ده المقابل للحاله الثانيه. واحد بيؤمن ما يجهل، كان يجب عليه يقول انا اجهل فكيف اؤمن؟ عندما اعلم اؤمن. ده موقفه ايضا ينطبق عليه ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. يعني حضرتك تقول ايه الرساله اللي بتوجهها لاي شخص بيتعامل بهذا المنطق مع اي معنى؟ لا نتحدث عن ايمان بالله عز وجل، امور ابسط حتى من هذا. عارف السؤال ده هو يمس الجزء اللي حضرتك سالته عن راي الجزء الخاص بمن يؤمن بما يجهل او بما لا يعلم. هو لا يعلم وقيل له اؤمن فامن وهو لا يعلم. مش يجب عليه انه يدرك ويستوعب ويعلم حتى يؤمن. اذا الفتوى اللي تجيلك من غير ما تستوعبها وتؤمن بيها تبقى ايه؟ ايمان عن جهل وليس ايمان عن ايه؟ عن علم. عن علم. فاحنا نريد ان يكون الايمان عن علم، وان الذي يعلم عليه ان يؤمن، فان انكر يبقى وصفناه بالكفر بما يعلم. فاحنا بنشترط العلم، بدايه في العلم في كل شيء. قلت الايمان ده انواع 3. النوعين التانيين دول بيجاوبوا على السؤال حضرتك اللي عملت فيه مداخله. النوع الاول ده الله عز وجل الخالق، ده بقول كوني. اي مخلوق يعرف ان مخلوق لازم يعرف ان في الله، لازم يعرف ان في خالق، اجباري، سنه كونيه.
والا يبقى خلاص مرفوع عنه القلم بقى، دخل من الثلاثه الذين يرفع عنهم القلم. لكن الاصل ان الانسان عاقل يدرك ان ما من صنع الا ولا صنع. بقي النوعين التانيين، النوع الاول اللي بقول عليه الاخبار والمرويات. الاخبار والمرويات اللي انت بتتكلم عنها، روي عن قال رسول الله كذا، او قال سيدنا موسى كذا، او قال سيدنا ابراهيم كذا، او عن الله عز وجل في القرآن الكريم في الذي المرويات المتواترة. متواترة يعني عدد كبير رواها بما يستحيل عليهم الكذب، يعني ما فيش واحد منهم له مصلحة يكذب، ده عدد كبير جدا، فبنسميه رواية متواترة. متواترة لمن اعتقد ووثق فيها. فأنا هقول لك أصل الإيمان فيها إزاي، اللي هي المرويات وإيه والأخبار. المرويات والأخبار. الأخبار عن فلان، أنا بخبر عن خبر، والمرويات بروي عن من روى. فالشاهد الإيمان في بالمرويات أو الإيمان بالأخبار بمجرد أن أتلوها عليك أن تؤمن بها، ولا لابد أن تثق فيا أولا، ولو وثقت فيا انت بتثق فيما ارويه لك. الحالة الثانية، الإجابة الثانية، أثق في الشخص أولا حتى أتلقى أو أستقبل ما يقول. إذا اللي هيقول لي وأنا لا أثق فيه مطلوب مني أؤمن، سترفض ما يقول. ولو رفضت يبقى أنا كافر. رفضت الرواية دي اللي أنا الذي رواها لي لم يرقى عندي موضع الثقة، يبقى أنا كافر. حضرتك اللي تقول ما اقدرش، فلا على دي بقى المنطق بيقول لا. احنا بنتكلم بالمنطق، والمنطق بيقول لا. انت مرويه شرط، والا لو قلت لي هقول لك اذا المرويات التي جاءت من اليهود والنصارى او المسيحيين عفوا حسب ما بيحبوا هم التعبير، اللفظ القرآني النصارى صحيح، لكن هم يحبون ايمانهم، لان النصارى ده بالمناسبه لها فكره، سبب من اسباب ان هم رافضين وصفهم بها. قالوا النصارى دول مش احنا، النصارى دول من بلده اسمها الناصره بجوار بيت لحم، وسرقوا الدين لانفسهم زي ما الاخوان كانوا يريدون ان يسرقوا الدين لانفسهم. لكن احنا مؤمنين بالانجيل ومؤمنين بالمسيح عليه السلام، فلاجل هذا نحب ان نوصف بان احنا هم يعني يوصفون بانهم مسيحيين، لا يوصفون بانهم نصارى. قالوا ده الناصره. وقيل بان النصارى ناس طائفه اخرى مخصصه، ليست هي عموم من امن بالمسيح عليه السلام. فالمهم لو انت قلت لي ان كل مرويه تاتيك يجب عليك ان تؤمن بها، اذا تؤمن بالاسرائيليات، المرويات الاسرائيليه، وتؤمن بالمرويات في كل مله، وتؤمن بالمرويات حتى في الديانات الارضيه زي زرادشت ولا زي الديانات الوضعيه. فلو انت بقى مصر بقى تقول لي ان كل ما روي لي يجب ان اؤمن به، فانا بقول لك لا، ده اهم حاجه عندك ايه؟ التيقن من المعلومه ومن الشخص، من مصدر المعلومه دي او المرويه دي. الثقه في هذا الشخص، في من يروي. والثقه شخصيه ولا موضوعيه؟ شخصيه، واحيانا تكون موضوعيه اذا انظر في يعني في الشخص تبقى شخصيه، لكن في المعنى الذي تحتويه الروايه او المرويه هيبقى النظر موضوعيا. الثاني بقى في نوع الايمان مره ثانيه. انا ذكرت النوع الاول في المرويات والاخبار بالثقه، فانت بتثق سيدنا ابو بكر الصديق وروى لك مرويه عن سيدنا رسول الله او خبر عن سيدنا رسول الله، فانت من ثقتك انت لم ترى رسول الله، مثلا بقى كان على التابعي شفت سيدنا ابو بكر الصديق فانت صدقت رويت عنه، وهكذا الى ان اخر انسان في الدنيا حسب ايه؟ الثقه. في نوع تاني بقى من انواع الايمان بالمرويات والاخبار ليس بالثقه، وانما بالمضمون، الموضوع، النص نفسه نص منطقي، نص عادل، نص فطري. لو لم ينسب الى سيدنا رسول الله لتمنيت ان ينسب لمين؟ لسيدنا رسول الله. لو لم ينسب الى الله عز وجل لتمنيت ان ينسب لمين؟ الى الله عز وجل. يعني لما اقول ان الله يأمر بالعدل والاحسان لواحد لا يعرف القرآن الكريم، ما يعرفش حاجه في القرآن، فانا بقول له ان الله يأمر بالعدل والاحسان، يقول لي لو كان اله كان قالها،
شفت ان ده بيتفق مع ما يعرفه عن الله عز وجل، عن مقام الله عز وجل. مقام الله عنده. كتب ربكم على نفسه الرحمه. ده لو كان ده ما يعرفش هو ان النص ده قراني، فانه يقول والله ده لو كان الاله كان قال ذلك. ليه؟ مقام الاله عنده، فآمن بالنص لأن النص موضوعي يتفق مع مقام الله فين؟ في عقل ومنطق الشخص لديه قناعة انه يقبل هذا الامر، يعني يتفق مع المحتوى ده. طب ما يقبل هذا المحتوى في الاثنين، سواء كان الثقة في من روى لك او قناعتك بما سمعت، مرجعه شخصي. مرجعه ايه؟ شخصي. اذا ما فيش مؤسسة تلزمك بانك تؤمن. المؤسسة تقدم لك معلومات، وانت يا انسان السيد، وانت السيد لازم تثق. بدليل ادي احنا عايشين في عالمنا الوقت المعاصر. السلفيين بيسمعوا لنا كلام ولا بيسمعوا لامراءهم؟ الاخوانجيه بيسمعوا لنا كلام ولا بيسمعوا لمرشديهم؟ وكذلك في سائر الجامعات وكل التنظيمات يسمعوا لتنظيمهم الفكري والعلمي ولا يسمعون لغيرهم. لا لتنظيم، رغم ان العلم يجب انه يفتح وهو سيد قراره. اذا الفكره فكره ايه؟ ان الاخر الانسان هو مين؟ ان هو موضوع شخصي، هو السيد، هو اللي بيقرر. ده في الاخبار وفي المرويات. تقول لي بقى خبر عن مرويه عن سيدنا رسول الله او عن احد الصحابه او عن احد التابعين او احد التابعين التابعين او احد الفقهاء الكرام السابقين، في الاخر تقول لي اللي رواها ده انا لا اسف. طب في حاله او الكلام اللي اتقال ده منطقي. انا اسمح لي يا دكتور، في حاله عايز اسال حضرتك عنها. هل في تاريخ المرويات وما ورد منها الينا والى علمائنا هناك حالات كان فيها المصدر اهل ثقه، ولكن من يستمع ويستقبل ما يرسل اليه عنده قناعه وثقه كامله في مصدر المعلومه ومن يرويها، ولكن اختلف على المحتوى نفسه موضوعيا كان في مشكله بالنسبه له؟ كتير. لان دي حاله ثالثه لم نتطرق اليها. لا ليه؟ حاجه نفس الحاله اللي احنا قلناها دلوقتي. مش انا قلت لك النص جاءك وقلبك لا يصدقه؟ عكس الحاله اللي حضرتك بتقول ان انا بحكم بموضوعيه، ان انا اقتنعت. الحاله الثانيه ان المحتوى نفسه موضوعيا لم يقنعني. نعم. هم رايتين: الثقه في القائل والقبول عند المتلقي. والقبول عند المتلقي رهانين، والرهانين دول ملزومين بفرديه كل انسان. عشان كده ربنا قال وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. لا انت هتتحاسب عليا ولا هتحاسب عليك. انت ليك سيادتك وانا ليا سيادتي، وده من كرم ربنا على كل بني ادم. ولقد كرمنا بني ادم. اللي انت بتثق فيه وثقت في والديك فاخدت منهم المعلومات، وثقت في صاحبك اخدت منه المعلومات، وثقت في زوجتك اخدت منها المعلومات. طب فقدت الثقه في اي حد من هو قريب منك بتاخد منه المعلومات؟ بالتاكيد لا، بيبقى خلاص في العلاقه. ولا بقول لك الثقه ده اللي انت فقدت في الثقه ده استاذ في الجامعه، استاذ فقه مقارن، ده رئيس قسم كذا، تقول لي ولو صح ولا لا؟ لان خلاص يعني اسقطت الشخص من حساباتك انه ممكن يعتمد عليه في تلقي معلومه مهمه. حديثنا في الايمان والدين اللي هو القناعه الشخصيه اللي ما فيش فيها حقوق بشر. لكن لو في حقوق بشر، الحقوق دي بتاع شهاده المتعاقدين. الامر الثاني ان جالك منطق، والمنطق ده انت مقتنع بيه وشايفه انه هو، يعني على سبيل المثال وانا بقرا في سيره ابن الجوزي الفقيه الحنبلي الشهير اللي مات 597 هجريه، فلقيته كاتب وقال حكيم الفرس كذا. هقول لك النص. فانا قلت سبحان الله، ايه حكيم الفرس ده؟ معناها راجل فارسي واسلم، لان اللي بيتكلم ابن الجوزي وهو حنبلي، وانت عارف ان الحنابلة بيحتاطوا قوي وعندهم دقه قوي وادلتهم دايما تكون ايه؟ الكتاب والسنه، صح؟ اسال اي واحد سلفي كده يقول لك ايه؟ الادله فين؟ في القران والسنه. ده بقى خد لي قال حكيم الفرس. قلت لازم اعرف مين حكيم الفرس ده. طلع اردشير، وقال حكيم الفرس اردشير لولده ساور او شاور: واعلم يا بني ان الدين والملك توأمان لا ينفصل احدهما عن الاخر، فلا دين بدون ملك ولا ملك بدون دين. فقلت لما افتش على اردشير ده، لقيت اردشير ده ديانته ساسانيه، واتولد
او مات عفوا قبل ما سيدنا النبي يتولد ب 330 سنه. هو مات 241 ميلاديه، النبي مات اتولد سيدنا النبي اتولد 571 ميلاديه. شوف بين مده وبين ميلاد سيدنا النبي حوالي 330 سنه. هو بقى اراد يعمل دوله ويجمع الديانه الساسانيه لما لقى السلطان الفارسي والامبراطوريه الفارسيه اتبهدلت واتشرذمت، قال لك اما اجمعهم. فاخذ رجال الدين وقال لهم شوفوا بقى كل واحد مسلط على جماعته وطائفته وانا همكنكم، انتم ممكنين من شعوبكم ومن جماعاتكم، وانا بطلب منكم حاجتين، تجيبوا لي شباب عشان الجيوش اللي هعملها وارجع الامبراطوريه تاني، وتدوني فلوس بالضرائب، بتسموها زكاه، سموها صدقه، سموها زي ما تسموها، انا اهم حاجه اطلب منكم فلوس تجيبوا لي فلوس. وبالفعل هم وجدوا الوجاهه محميين باردشير الملك او الامبراطور، وهم متسلطين على مين؟ على الناس بامر الدين. ده قبل ما سيدنا النبي يتولد ب 330 سنه. يوم ياتي ابن الجوزي ويقول وقد قال حكيم الفرس كذا وكذا، اذا هذه الكلمه وصفها بانها حكمه ولا لا؟ وصفها بانها حكمه. عجبته ولا ما عجبتوش؟ بالتاكيد. قالها مسلم؟ قالها نبي؟ لا. قالها رسول؟ لا. استدعاها. اذا في الاخر انت يا انسان المحاسب على ما تقبل من كلام او ترفض من كلام تعتقده، صح ولا غلط؟ صحيح. ننتقل الى النوع الثالث من انواع الايمان. طب كانت ايه، احنا الناس كلها يبقى عندها فضول وهي بتسمع حضرتك يعرفوا كانت ايه الحكمه اللي قالها حكيم الفرس؟ واعلم يا بني ان الدين هي دي الجمله اللي حضرتك قلتها، ارتباط الدين طب المعنى ده حضرتك بتشوفه ازاي؟ فكره ان حاكم يقول ان الدين هو الملك والملك هو الدين وانهم لا ينفصلان، الامر ده حضرتك بتشوفه ازاي؟ ان علماء الدين وسلطان الامراء والوزراء يعملوا توأمة للسيطرة على الشعب، والشعب لا كلمة له. المساواة الكاملة من ناحية الحكم مع الدين، قوة الحكم مع قوة الدين. سيدنا النبي جاء بإيه بقى؟ إن الدين جعله علم، فذكر لما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ما على الرسول إلا البلاغ، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. طيب ده هينقل الأمر مهم قوي ربنا. طب بس اتفضل. شفت يا سيدنا النبي جاي بإيه؟ جاي بإن ما فيش عندنا رجال بالدين يحكمون على الناس ويقولوا لهم الفتوى دي الصح وما عداها باطل، والا الاسلام واسلامه وديناه ورباه، ومثل هذه الشعارات اللي بتتقال يعني مرسله من اجل جمع الغوغاء مش من اجل كرامه الانسان. بقى سيدنا النبي يقول استفت نفسك استفت قلبك وان افتاك المفتوك، ونشوف الاوصياء يعودون من جديد. كل سيدنا النبي جاء يحرر الانسان، ده وظيفه الانبياء على فكره. انما بعثت معلمه، بعثت ايه؟ معلمه، لست حاكمه، ده علم. امر الحكم ده ياتي من الشعب، الشعب اختار رئيسه واختار حكامه، يعني اتنور بكل. انت عارف لما يكون الحكم مدني رحمه بكل الشعب بكل اديانه، ولما يكون الحكم ديني سيتسلط دين على دين؟ لا، سيتسلط مذهب على دين؟ لا، ده سيتسلط فريق متشدد من مذهب على سائر وهكذا، الى ان تجد هو واحد بس اللي يحكم ويقول انا كلمه ربنا في الارض. هل يرضيك بشر يقول انا كلمه ربنا في الارض؟ لا طبعا، على الاخرين لا احد. يعني ده ربنا رحيم، ده ربنا غيب. كان ممكن يبقى مشاهد وكل واحد يخاف كده لما يرتكب امر غلط ومعصيه ويتجلى الله عز وجل. هيجي له ايه لما الانسان يجي يرتكب معصيه ويتجلى الله عليه؟ هيحصل له ايه؟ لم يرتكب المعصيه هيخاف. اكيد مظبوط. ربنا جعل نفسه غيب عشان الانسان يعيش بسيادته وكرامته ويتحاسب في النهايه، واهم حاجه رشده. لازم الانسان ياخد رشدها الطبيعي. نقوم احنا نعمل رجال دين بنفسنا كده ونقدم الفتوى. دي نقطة مهمة. المهم النقطة في سؤالين مرتبطين بكلام حضرتك. الإجابات طبعا ما شاء الله حبل الأفكار المتصل ده، بس بنحاول نتوقف لتدارك كل نقطة ممكن يكون المشاهد عايز يسأل حضرتك عنها. أمرين، الفضول هيقودنا إلى التساؤل: هل كان ابن الجوزي يدحض هذه الفكرة أم يؤيدها؟ لا، هو كان بيسخر منها من هذا القول أو بيقول إنها خبيثة يعني. آسف، بيقدمها على أنها تجارة بالبشر يعني، أو تجارة بالدين والحكم. نعم.
انت فهمتني غلط برضه. لا انا بسال حضرتك لا ده سؤال، كيف كان يتعامل مع هذه الفكره عندما ذكر هذه المقوله لمن اسمع يريد ان يستدعيها للمسلمين، يريد ان المسلمين ياخذون بها، يريد ان شيوخ المسلمين يعملون بها. وضحت؟ لا مش بالنسبه لنا، لا. يا ريت حضرتك توضح فكره. حضرتك بتقول انه هنا حكيم الفرس اردشير قال ان الحكم والدين لا ينفصلان، صح؟ ده اللي حضرتك قلته، ده النص. كيف كان هذا الامام من الحنابلة يؤيد هذه الفكرة ان الدين والحكم لا ينفصلان؟ ايوه، لو تديني فرصة هنكمل حديثنا، وخاصة كمان الحلقة السابقة اللي قلناها على الهوا، ان احنا بنثبت ازاي تم حماية الدين في نظر جمهور الفقهاء بحكم الزندقة والردة. بحكم الزندقة والردة، يعني السيف. انت دخلت الدين تخرج منه لا. يعني حضرتك هتوضح لنا النقطة دي ولماذا استخدمت هذه العبارة او تم استدعائها للمتلقي، عبارة حكيم الفرس. استدعائها بغرض ان علماء الدين كلمتهم وفتوتهم تبقى سيف وسلطان على الشعب، مش تبقى فتوتهم رأي خيار للشعب يمكن الاختلاف عليه القبول بيه، نعم، عشان تبقى ملزمة. ده من اسباب اندهاش البعض من تعدد الاراء الفقهيه، يقول لك لا ده هو راي واحد، والمرجعيه عند فلان او عند جهه كذا، والفتوى طلعت خلاص. ده كان استدعاء هذا النص تأييدا لفكره الوصايه، الوصايه الدينيه، فكان مؤيدا لها من استدعاها. السؤال الثاني، حضرتك قلت انه الامر شخصي قائم على القناعات والرشد والثقه، قناعات الشخص في الامور الدينيه والايمانيه والعقائديه. انا اللي قلت ولا لا حضرتك بتقول ده اللي وصلنا له بالفطره، وبالتالي بالفطره. فبالتالي كيف ترى دور المؤسسات وما يجب ان تكون على دور المؤسسات؟ حضرتك قلت الدور ان الدين والايمان والعقيده ليست امر مؤسسي، امر شخصي. فهنا في هذه الحالة ما هو الدور الأمثل الذي تراه للمؤسسة الدينية؟ ما أنا قلته، اللي ربنا أمر به سيدنا النبي، ما على الرسول إلا البلاغ. ده دور المؤسسات الدينية. فذكر بما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ده دور مش أنا قلت كده؟ يبقى فإنما عليك البلاغ وعليك الحساب. مش أنا قلت كده برضو؟ ده من كلام ربنا ولا ما قلتوش؟ لا قلت حضرتك يعني في حلقات، في حوارات سابقة ان النهارده الصح في دور المؤسسات ان تقوم بهذا الامر. ايوه، انها تبلغ الناس، والنبي قال كده، انما بعثت معلما. قلت الكلام ده دلوقتي وانا قاعد جنبك دلوقتي حالا. كل دور سيدنا النبي يبقى دور المؤسسات، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. ما قالش الذين يفرضون رايهم على الناس نيابه عنه، استغفر الله. يعني هم دول السؤالين اللي كنت عايز اسالهم لحضرتك التوقيت ده. نكمل الفكره، اتفضل يا دكتور. قلت الايمان انواعه 3، الايمان بالله ده فطري ما حدش يقدر ينكره، اللي هينكره محتاج يعرف نفسه. النوع الثاني الايمان بالمرويات او الاخبار، وده محتاج الثقه او محتاج القناعه الشخصيه، وضربت امثله. النوع الثالث الايمان بالحقوق والواجبات، وده يحتاج الى ادله. يعني ايه يحتاج الى ادله؟ يعني عمر ما هيكون لي حق الا اذا كان لي دليل، ولا هيبقى علي واجب الا اذا كان لي دليل. الدليل له تعريف بالمناسبه، ما يمكن التوصل بالصحيح النظر فيه الى المطلوب. يعني اذا الدليل ليس هو المطلوب وانما وسيله الى المطلوب. فسيادتك علشان تعرف ان في حق لك يبقى لازم يثبت لك بدليل، وكمان اذا لي حق يثبت لي بدليل، علي واجب يثبت لي بدليل. الدليل ده كوني، نبتدي كده بالكوني وبعدين بالاختيار والاتفاق اللي هو حيلتنا، اللي هو كل واحد له حيله. مظبوط، البشريه لها حيله. الكوني ان انا اتولدت لقيت نفسي في مكان، المكان ده بتاعي، ما حدش بينزلني فيه، بنسميه حكم الاصل. بنسميه حكم الاصل، يعني بقاء ما كان على ما كان، بقاء ما كان على ما كان، ده اسمه حكم الاصل. لو جيت نزعتك في الحاجه اللي هي مستقره عندك تقول لي هات لي دليل، انا مش هجيب دليل. ليه؟ لان انت نشأت فوجدت هذا عندك، فالاصل عندك صح. الذي ينازعك تقول له اديني دليل، ودليل مقنع لي ولك، مش مقنع لك انت وحدك. هننتقل للدليل المقنع لي ولك. البشريه حيلتها ايه في الادله؟ كان زمان شهاده الشهود،
صح؟ جبنا 2 شهود وشهود ثقه ولا اي 2 شهود؟ لا، شهود ثقه. لازم يكون 2 مقبول شهادتهم. مين اللي يقبل شهادتهم؟ القاضي. لا، القاضي ليه؟ ده القاضي حضرتك بتقول الاطراف المتنازعه يعني الاطراف المتنازعه ترضى بشهاده القاضي. طبعا. لو الاطراف المتنازعه رافضه شهاده الشهود يبقى القاضي يقول لهم واسمع عليكم. طبعا مش هيفرضوا عليه. واحيانا كان يتم ايضا اختيار زي ما حضرتك بتقول شخصيات مشهود لها بكفاءه ما او ثقه ما تخليهم اخلاقيا مقبولين للمسؤول امام القاضي. كانت المجتمعات بسيطه، مش مشكوك في المجتمعات كانت بسيطه، فكان سمعه البشر معروفه. المجتمعات لما كبرت من فضل ربنا على الإنسانية إنها جابت دليل تاني من غير أدلة شهادة الشهود، اللي هو أدلة إيه؟ التوثيق. إن أنا بقول لك ده أنا بجيب لك ورقة رسمية من جامعتي إن أنا حاصل على الدكتوراه، تكذبني. جبت لك، ما جبتلكش 2 شهود، جبت لك إيه؟ توثيق ورقة خلاص ما يؤكد صحة المعلومة اللي بتقولها. وأنت ما شفتش ناس اتكلموا في الخطاب الديني وقدموا نفسهم على إنهم معاهم دكتوراهات واتضح كتير، حالات كتير اللي مفيش طبعا، و2 بس اتكلموا عنهم، ده دكتور فلان دكتور فلان بقى دكتور فلان. ده لو اختصر المسألة وأتى بشهادة الدكتوراه مش تجب أي شهود طبعا. فالإنسانية وصلت لمرحلة التوثيق الرسمي، ومش أي توثيق. يعني مثلا في دول لما تديك شهادة الدكتوراه أنت بتقول لا أنا منفض راسي منها، صح؟ وفي دول تانية لو طلعت شهادة دكتوراه بتقول ديت لأن دي يعتد بها، يعني مشهود أيضا لهذه الدولة أن جامعاتها مرموقة ويعتد بما جالنا وقت للأسف كان الناس ترجع بدكتوراه بره يقول ده اشتراها من بلد كذا، أصل البلد دي بتبيع أو الجامعة دي في البلد دي بتبيع الدكتوراه. عشان كده كل الدول بتحرص على اسمها وعلى كرامتها، وكل الجامعات والمؤسسات بتحرص على اسمها وكرامتها، وبتمشي بما بالأصول المرعية، بما تجب بالأصول المرعية. كده أثبتت، ولما أثبتت اسمها أصبح كل ما يخرج منها بيقبل. وأما إذا فرطت في الأصول المرعية فكل ما يخرج منها بيبقى مشكوك فيه، مفقودة الثقة فيه خلاص، يعني زي الشخص اللي مفيش ثقة. إذا الحقوق والواجبات محتاجة أدلة، والأخبار والمرويات ديت محتاجة ثقة أو محتاجة قناعة شخصية. الإيمان بالله كوني، اللي عدم الإيمان به محتاج إدراك وإعادة دراسة للنفس. أنا مين؟ اعرف أنت مين، هتعرف ربنا. حضرتك قلت والمرويات والأخبار تحتاج إلى ثقة أو قناعة شخصية. طبعا. ألا تحتاج المرويات والأخبار في بعض الأحيان إلى أدلة عن صحة هذه الرواية أو تلك؟ ما هي ثقة. هي دي الثقة. لكن حضرتك بتقول يعني أحيانا كان علماء الحديث أو علماء الفقه الإسلامي لو ربنا كرمنا ولقينا حفرية في الآثار منصوص فيها مثلا عن شيء زي الفراعنة كده بنشوف عن أخبار السابقين، هتبقى وثيقة رسمية أكيد. لكن مفيش، يبقى دي وثيقة رسمية، يبقى مروية. أصبحت إيه؟ مروية. تقريبا كل الأديان حتى الآن مرويات. مفيش حفرية لا في الصين ولا في مصر ولا في أي جهة من الجهات اللي فيها آثار ما يثبت رسميا في الحفريات اللي موجودة في المعابد عن خبر أو عن أشياء تتعلق بالأديان السماوية حتى الآن. لكن ممكن يظهر، ممكن. فلو ظهر هتبقى وثيقة رسمية، صح؟ زي الممنوعات اللي ظهرت ده من أيام قليلة ماضية، ومصر ربنا كرمها بالخبيئة الكبيرة دي اللي فيها شوف كم ملك وشخصيات بقالهم كم ألف سنة. فبتبقى دي اسمها وثائق رسمية، لكن مفيش وثيقة رسمية، كلها مرويات. فالمرويات تحتاج عن إلى أن تم التدوين والطباعة. من بعد ما تم التدوين والطباعة من حوالي 180 سنة بس. قبل كده ما كانش فيه تدوين، ما كانش فيه طباعة، كان فيه مخطوطات. والمخطوطات ما كانتش في جهة زي مثلا دار الوثائق المصرية دلوقتي أصبحت جهة رسمية، بس خدتها امتى؟ خدتها بعد مضي زمن ما كانش فيه هذا التوثيق أو هذه المؤسسات. مظبوط. طب وموقف القرآن الكريم من اللي حضرتك بتقوله؟ ده محفوظ في صدور وعقول المؤمنين به، مش بالمئات ولا بالآلاف، بالملايين.
وجيل بعد جيل، جيل بعد جيل متواتر، عشان كده بنسميه متواتر. وما تلاقيش ولا نص مخالف لنص، ده الا الخلافات اللي في القراءات اللي كلهم معترفين بعض فيها. يعني تلاوات القراءات، بعض القراءات السبعه بعضها في التشكيل، وبعض الكلمات البسيطه اللي فيها برضه نفس في السياق، وكلهم متقبلينها وعارفينها. لهذا تعتبر آيات الذكر الحكيم برهان في كل في متواتره عند من امن بها. برضه تاني، المؤمنين عدد المسلمين كام؟ 1.5 مليار تقريبا، او 1.600 او 700 مليون. ماشي. عدد البشريه 7.5 او 7.7 مليار. احنا بنتكلم، ما قلتش مليون، او قلت مليار، عفوا، 1 مليار و700 مليون مسلم تقريبا. باقي 7.8 او 7.7 مليار نسمه غير مسلمين. طيب دول لم يعرفوا القرآن، ولم يعرفوا الذين رووا. احنا نعرف عن طريق خطب الجمعة، وعن طريق الدراسة، وعن طريق الاستماع وخطابنا، فعرفنا مقام الذين رووا لنا القرآن الكريم، فمصدقينهم، ويعني بل نراهم ناس بركة، ونتقرب الى الله عز وجل بحبهم. ليه؟ عرفناهم ثقة ولا مش ثقة؟ ثقة ولا بالتوثيق؟ ثقة، بالثقة. نعم. ثقة. بالنسبة بقى للغرب ولغير المسلمين ومن لم يعرف عن هؤلاء وهذه الروايات، بالنسبة له هذه الثقة مش موجودة حاليا، مش مستبعدة. ألزموا بيها، ولا لازم تأتي الثقة واحدة واحدة زي ما جبت لنا الثقة واحدة واحدة؟ يعني احنا خدنا الثقة وحكمنا ضمائرنا في حبنا لمن روى لنا، نقوم ما نديش نفس الحق لغيرنا؟ اعتقد له هذا الحق، ومن رحمة ربنا ان جعل هذا الحق انساني. ما دواعي الايمان؟ ما دواعي الايمان؟ والله دواعي الايمان ان واحد، ان انا محتاج، انا جوايا فراغ ومحتاج، انا جوا عندي اسئله كتير وقلقان ولازم الاقي اجابه، وكل الاسئله اجابتها مش في المعامل، لا ده اجابتها بمرويات عن الله عز وجل، او عن الانبياء اللي بيحكوا وبيكلموا بوحي من السماء. فانا مش هلاقي اجابه عند بشر يعمل لي معمل وتحفريات ويقول لي ده بعد الموت هيحصل كذا، وفي حساب شكله كذا الى اخره، او ان الله عز وجل امر عباده بالتقرب اليه والتعبد بشعائر صلاه شكلها ايه وصيام شكله ايه. مين هيقول لي كده في المعمل؟ كل ده لازم ياتي عن طريق ايه؟ المرويات عن الانبياء، عن رب العزه سبحانه وتعالى. طيب انا عندي اجابات متعدده، عندي اجابات متعدده. كل مله او كل من يزعم ان عنده علم عن نبي زي سيدنا ابراهيم عليه السلام، مش ربنا انزل عليه صحف ابراهيم، وسيدنا موسى صحف موسى، والتوراة على سيدنا موسى، والانجيل الى سيدنا عيسى عليه السلام. طيب لو ان حد قال ان المرويات ديت احنا محافظين عليها ومؤمنين بيها، وقدر يقنع ولاده وتلامذته والناس اقتنعوا، مين يقول لهم لا؟ ما دام اقتنعوا، ما العبره فكره في الاخر ايمان بايه؟ بالثقه، صح؟ والنص اللي هو يقرا فيقتنع ويجد مقام ربنا عنده، مش ده الرهان؟ اكيد هو ده الرهان. طيب النص القراني بقى الخاتم اللي ومهيمن عليه، احنا عشناه ولقينا علماء علمونا وفسروا لنا، قلوبنا انشرحت، وكل ما ناخد نص قراني نجد فيه نفسنا ونجد فيه الله فيه. نعم. نجد الله في كل نص. طيب بعض المرويات عن سيدنا رسول الله بنجد فيها رحمه سيدنا رسول الله، وبعض المرويات بنجد فيها يعني لا ده محتاجه توقف، محتاجه نعرف السياق شكله ايه. اذا كانت المرويه بالسند صحيحه، لكن لا ده النص بيقول مثلا يعني جئتكم بالذبح، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. طب معقوله هتبقى دي وظيفتنا؟ لا، اكيد النص ده قيل في سياق اخر، لان مقام سيدنا النبي عندي انما انا رحمه مهداه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ده قناعه. اعمال العقل بيخلي النص في الحاله اللي حضرتك ذكرتها كمثال يتنافى مع كل ما نعرفه عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. هنا الشخص يبدا يتشكك في صحه هذا النص، او يتوقف. بلاش يتشكك ديت كبيره، خلينا نتوقف. او والله شوف النص انا لا اشك في ذمه حد، لكن
مقام رسول الله عندي غير كده، لا مقام ربنا عندي غير كده، فانا مضطر اتوقف لعل هذا السياق قيل في مناسبة لم يبلغنا اياها من روى هذا لنا هذا النص. نعم. دور علماء الحديث في هذه الاشكاليات ايه يا دكتور؟ عملوا عليهم. عملوا ايه؟ خدوا عن كل شخصيه وراحوا دارسينها، حياتها الشخصيه ايه وسمعتها ايه وحفظها ايه ونسيانها ايه، ولما كبرت في سن وصلت للخرف او للنسيان او للتوهان او غير ذلك بامانه. وعشان كده يسموا العلم ده اسمه علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل. يعني ايه الجرح؟ عفوا. الجرح يعني انا مضطر اقول الحقيقه ان الراوي ده كان بينسى، لا جرح فيه ولا لا، او مضطر اقول الراوي ده ثبت عليه انه كذب في كذا، ممكن، وده وارد في كتب وشخصيه من الشخصيات المهمه يعني، بس من الجرح. التعديل يعني بيان عداله هذا الراوي، انه كان ملتزم بايه وكان عنده حيطه في ايه وكان عنده ورع في ايه الى اخره. ده كتب اسمها كتب التراجم. فاذا اساتذه الحديث عملوا عليهم، اسمهم اساتذه مصطلح الحديث، اللي هم درسوا هذه الشخصيات وبينوا في الاخر بقى الحديث ده درجته ايه؟ درجته متواتر عدد قليل جدا، وقيل واحد بس. درجته مشهور وده عدد كتير يصل الى 70 او 80 حديث. صحيح ده بالمئات. ضعيف كتير. حسن لذاته وحسن الى اخره. درجات لمين؟ للمرويه. ولكن في الاخر سيادتك الاستاذ علم المصطلح قدم اللي عليه ورفع ايده. يعني ما قالكش ان هذا الحديث مثلا متواتر فلو انت ما امنتش به عليك تقتل، او هو وصل الى هذه المعلومه ان هذا الحديث متواتر وتركها. اهل العلم يقولوا علمهم ويرفعوا ايديهم عن المجتمع. هي دي مشكلتنا في الخطاب الديني. اهل العلم في الخطاب الديني كتير منهم يقول لك المعلومه وعاوز يفرض تنفيذ المعلومه دي على المجتمع. يا عم قول معلومتك والسلام وارفع ايدك وسيب الناس اسياد. المهم اسباب او دواعي الايمان الاحتياج. انا محتاج املى فراغ قلبي، فبسال فلاقي بعد الموت في ايه؟ طيب الظالم ده هيتعمل فيه ايه؟ طيب حياتنا الناس اللي بتموت صغيره والناس اللي بتموت كبيره في تعويض في اليوم القيامه ولا مفيش؟ ولا يعني في اسئله كتير جدا بتاتي للانسان ومحتاجه اجابه، فلازم تسمع اجابه تشبع قلبك وترضيك. ترضيك بايه؟ بمقام ربنا يحقق العدل الذي ترى فيه عدلا، مش انانيه. مش مثلا اديك اجابه ارفع من شانك على حساب غيرك. لازم تاتيك اجابه تسمع ان الاجابه ديت لك ولغيرك، تصلح لك نعم ولغيرك. الفارق بين انسان واخر يا دكتور، حضرتك بتشوف شخص بمعايير الدنيا بيمر بمرحله صعبه جدا، واحد متماسك لان عنده ما يطلق عليه البعد السماوي، بيفكر في ان في حسابات ربانيه تفوق حساباتنا كبشر، فمطمئن وحالته اسوأ ما يكون، بس هو على يقين ان في امور طالما اجتهد خارج حسابات العلم وخارج حسابات البشر هتتحل بشكل ما ويحدث. وشخص اخر ما عندوش ده، لما بتبقى المعطيات الدنيويه قدامه صعبه بيبقى منهار تماما، وهو مؤمن بالله عز وجل بس مش قادر يوصل للدرجه اللي بتديله الطمانينه دي وان تخليه دايما مطمئن ان في ايمانه ده هيبقى يقود لحل سياتي من خارج حسابات من حيث لا يدري. من فوائد الايمان، من فوائد الايمان لما يكون ايمانك بالله القوي قوي، القوي الذي ليس بعده قوه، والغني الذي ليس بعده غنى، والمحيي المميت الذي ليس بعده من يحيي ولا يميت، هو المحيي المميت الواحد الاحد. تقوم تطمن وظهرك يبقى امن. الا بذكر الله تطمئن القلوب. ما خلاص، ما انا معايا قوه القوه، عظمه العظمه، ما انا مؤمن بيه، فوضت امر اليه. لو انت ايمانك بالله ده نقص منه درجه، ازاي؟ هو قوي بس فيه غيره قوي برضه، هو غني بس فيه غيره غني برضه. فيبقى الحيرة دي هتأتي لأنها تتردد ما بين هذا وذاك. فلأجل هذا كان الإيمان يعني من فضائله الإيمان بالله عز وجل، وإنك تعرف الله بالمطلق
في كل صفات الكمال هيطمنك ويخليك تتخذ القرار، وفي النهايه هتفوض امرك اليه، لانك ادعى الله لحكمته، تقول له يا رب انا جميل ده حيلتي. طيب هختتم مع حضرتك بهذا السؤال، هرجع للنقطه اللي حضرتك قلت بس عندي لسه عناصر. حاضر، بس هو الوقت اللي مشكلتنا دايما الوقت ما بيتسعش، بس عفوا يا دكتور لو اتسع الوقت هنستكمل الفكره دي. بس سريعا، حضرتك قلت من شويه بلاش كلمه يتشكك لانها كبيره جدا. احنا هنا بنتحدث عن النصوص طبعا بعيدا عن القران الكريم، عن ايات الذكر الحكيم، بنتكلم عن الاحاديث اللي قيل انها وصفت بانها او صنفت على انها ضعيفه او موضوع لم يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا برفض هذه الحاله لفظ يتشكك، ما تحفظك عليه عشان نفهم، اوضح، ما نستخدموش لو خطا. اوضح. لا اصل اللي انت شفت عليه تشكك غيرك واخده بيقين، فلما تيجي تقول انا بتشكك في هذا الحديث غيرك هيرد عليك، فاصبح في نائر ونقير. انا عايزك تقول له شوف انا متحفظ بس، والا هتلاقي نفس الامر ده في الاديان السماويه الاخرى اللي انت مش مؤمن بيها او اللي انت لا تعمل بها. انت مؤمن بها ولا تعمل بها بالمناسبه يعني، وانا بتهمك اهو على الهواء ان سيادتك مؤمن بان في توراه، نعم، وان في انجيل، نعم، نزلوا على سيدنا موسى التوراه امرنا بهذا في القران. ايوه يا فندم، يترتب عليه هقدم لك نسخه الان من التوراه تقول لي معلش انا القران يكفيني، صح ولا غلط؟ عن نفسي يعني ولا بتتكلم بشكل عام؟ ولا هتاخد النص وتعمل حضرتك بتقول عليه حتى اطلع ولا ما الذي ساحتكم اليه؟ لا مره ثانيه، هل ستعتبر النص القراني الذي امنت به وارتحت بمن رواه لك وتجعل له نفس الدرجه في مرويه التوراه؟ لا، سافضل بالامانه، سافضل النص القراني. شيء طبيعي. وخد بقى العكس، هتلاقي اليهودي هياخد النص التوراتي. ليه؟ العبره بالثقه. العبره بايه؟ بالثقه. نعم. بالثقه. فاصبح انت لما تقول انا بشكك فيك، هو هيقول لك وانا بتشكك فيك. دخلنا في نائر ونير، دخلنا في صراع واحنا لا نريد هذا الصراع. لكن لو انت جيت قلت له انا متحفظ ان انا متوقف، هيقول لك وانا كمان متوقف. كلمه متوقف ديت مش لائقه برضه، تليق ب يعني الحوار يعني قداسه من يقدس. كل انسان بيقدس امر دينه ويراه هو المطلق عنده. فمساله افضل شكل للحوار، لان احنا فعلا فاضل لنا دقيقه ونصف على نهايه الحلقه، افضل شكل حضرتك بتشوفه للحوار وعرض وجهات النظر والراي والراي الاخر حول القضايا الخلافيه او الجدليه بشكل راقي متحضر، انا واحترم مقدسات البشر بين اهل او اتباع الرسالات السماويه الاسلام والمسيحيه والتوراه او اليهوديه. برفض تماما الحوار. ليه؟ مش هيجيب نتيجه. لكن بطلب البيان. بطلب ايه؟ البيان. يعني انا عايز اقرا المسيحي اعياده ايه وشعائره ايه، علشان يبقى عندي ثقافه ومعلوميه بيه وقناعه بان انا صح او هو ممكن يكون صح، وان كمان اعرف اوضاعه. فانا اراعي شعوره لما يجي يعد له، اقول له كل سنه وانت طيب. لما الاقي بيقدس شيء معين انا لا امس هذا الشيء، لان لو مسيته بسوء يبقى انا اذيت مشاعره. عرفت مقدساته ايه وهو يعرف مقدساتي ايه، بكده انت قراتني وانا قراتك، وفي الاخر الانسان سيقرر قراره. كده بعدنا عن الصراعات. كان في الدول السابقه، ما اقصدش الدول يعني الانظمه التي كانت تدير الدول في عند العرب في المسلمين في تاريخ طويل، كانوا بيشغلوهم بالقضايا الدينيه دي. يلا انشغلهم، يلا نشوف عذاب القبر، عذاب القبر، في نعمل مناظره بين المسلمين وبين المسيحيين، مناظرات، يلا نشغلهم. ده شغل صرف الانسان عن واجبه. هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها، وامر الدين يجب ان يترك لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. بس مهما ان الوقت خلص لازم اقول عنصر كده سريعا بدون ان احنا ندخل فيه تفصيلات حضرتك. ايه اوجه حلاوه الايمان؟ اوجه حلاوه الايمان، واحد، انك بتلاقي نفسك سيد نفسك. سيدنا النبي كما ورد في حديث احمد قال خرج الى سوق ذي المجاز: ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. لو انت قلت لا اله الا الله خلاص، ما حدش بقى يقول لك انا الاله بتاعك. خلاص
لا اله الا الله، يبقى اي حد بشر، صح؟ مهما كان علمه ومهما كان درجته الدينيه بشر ولا مش بشر؟ بشر. اذا لا اله الا الله. الامر الثاني يسر تشريعه، يسروا ولا تعسروا. لما سيدنا النبي سئل كم فرض ربك علينا؟ قال ان تصلي الخمس، هل هناك من زياده؟ قال لا الا ان تطوع. قال له لا مش هتطوع. وثم ماذا؟ قال له تصوم شهر رمضان. هل هناك من زياده؟ قال له ان تطوع. قال له مش هتطوع. ثم ماذا؟ قال ان تؤدي الزكاه، وذكر فريضه الله في الزكاه. هل هناك من زياده؟ قال لا الا ان تطوع. قال له مش هتطوع. قال له ثم ماذا؟ قال له الحج. قال له هل هناك؟ قال له لا الا ان تطوع. قال له مش هتطوع. قال له افلح ان صدق. وسيدنا النبي قال في حديث البخاري ومسلم عن ابن عمر: بني الاسلام على 5، الشهادتين والصلاه والصوم والزكاه والحج. شفت الاسلام سهل ازاي؟ والدين سهل ازاي؟ نعم. لما الدين يبقى سهل يتحب ولا ما يتحبش؟ طبعا. الاخر حاجه بقى اللي هو طمانينه القلب، انا قلبي مطمئن وارتحت ودخلت الدين، ملأت فراغ قلبي. عدم الانسان اللي بدون وظيفه تبقى حائر، الانسان اللي بدون شغل قاعد في البيت بيبقى حائر، الانسان اللي لسه ما اتجوزش وعايز يتجوز بيبقى حائر. لما ربنا بيوفقه بيجي له طمأنينة، فما بالك بالإنسان اللي عايش ومش عارف إيه بعد الحياة، وإيه حق ربنا على الإنسان، وإيه واجب الإنسان تجاه الله عز وجل. لما يعرفها هيبقى مش حائر. نعم. لو ما عرفهاش هيبقى إيه؟ هيبقى حائر. إذا الإيمان بيطفي الحيرة دي وبيملأ قلب الانسان بالاطمئنان، او قلب المؤمن بالاطمئنان. بشكر حضرتك على وجودك معنا، العالم الجليل دكتور سعد الدين هلالي، استاذ الفقه المقارن من جامعه الازهر. شكرا جزيلا لك. اكرمكم الله. مشاهدينا شكرا لحضراتكم على المتابعه. نهايه هذه الحلقه من حلقات مجلس الفقه. شكرا لكم والى اللقاء.